السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال عليه الصلاة والسلام: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. أيها الأحبة، حين ضيق فرعون على موسى وقومه ومارس ضدهم القتل والاستعباد والإذلال، خرجوا هاربين بدينهم، تبعهم فرعون وجنوده حتى وصلوا ساحل البحر. البحر من أمامهم والعدو من ورائهم، فجاء الأمر الإلهي لموسى أن اضرب بعصاك البحر. وما تغني ضربة عصا للبحر الخضم؟ قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. كم هي كلمة قوية في مثل هذا الموقف العصيب. إنه درس في اليقين بالله والتوكل عليه. ضرب موسى بعصاه البحر فكانت المعجزة، انشق البحر ونجى الله موسى وقومه، وابتلع البحر فرعون وجنوده. ضربة عصا أنجت أمة وأغرقت جيشا بإذن الله. فكان يوم عاشوراء هو يوم انتصار، يوم انتصار الحق على الباطل، ويوم انتصار العقيدة على الكفر. فمهما استبد بك اليأس ونال من عزيمتك الحزن، اثبت على دينك فإن الله منجيك. فنبينا عليه الصلاة والسلام عانى هو وأصحابه كما عانى موسى وأصحابه. اضطهاد وتعذيب في مكة، مما اضطرهم للهجرة للحبشة ثم للمدينة فرارا بدينهم. فروا بدينهم كما فر موسى وقومه بدينهم، وكان شعارهم التوكل على الله والثقة بموعوده وكمال الإيمان به. فمهما ضاقت بك الدنيا وتحملت من أعبائها ومشاكلها ما تحملت، اصبر واحتسب واستعن بالله ولا تعجز. يوم عاشوراء هو درس لكل المسلمين، يوم الصبر، يوم النصر، يوم المعجزة الإلهية. هذا الدرس لكل مسلم، لكل مبتلى، لكل مهموم ومغموم. وقل يا هم لي رب كبير. ثم احمد الله تعالى على هذا الدين القويم والصراط المستقيم. ويا أحباب، لا تنسوا صيام يوم عاشوراء ويوما قبله أو يوما بعده، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وقوله عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل، أي السنة القادمة، لأصومن التاسع، أي أصوم اليوم التاسع مع اليوم العاشر. ثم شوف الفضيلة، تصوم حوالي 14 ساعة فقط، والجزاء تكفير ذنوب سنة كاملة. تصوم حوالي 14 ساعة فقط، والجزاء تكفير ذنوب 360 يوم. نعمة عظيمة وفرصة لا تعوض. فالحمد لله تعالى على هذه النعمة. صم هذا اليوم وذكر المسلمين بصيام هذا اليوم العظيم.